تنفيذا للمخطط المسطر من قبل قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأنباقي الخاصة بمحاربة وشل العصابات الإجرامية عبر إقليم الاختصاص. تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري بأنباقي من وضع حد لشبكة إجرامية متخصصة في سرقة الكوابل النحاسية. العملية نفذت بناء على معلومات مفادها وجود عصابة إجرامية تقوم بسرقة الكوابل النحاسية. استغلالا للمعلومة تم احتلال شبكة الطرقات وتنشيط عنصر الاستعلام ليتم توقيف سيارتين نفعيتين على متنهما كمية من الكوابل النحاسية المسروقة بالطريق الوطني رقم 32، وتم توقيف 5 أفراد من العصابة تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 28 سنة. بعد التعمق في التحقيق تم حل عدة قضايا سابقة قامت بها نفس الشبكة في إقليم الولاية والولايات المجاورة. بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.